السلام عليكم ورحمة الله. كي دايرين المشاهدين؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. تصنتوا ليا جايه نهضر لكم على واحد الفيديو اللي صراحه كيستفز. علاش؟ على بنادم اللي ما كيدخلش في راسو، بنادم اللي كيتدخل في شي حوايج بعاد عليه، بنادم اللي كيبقى يهبش على واحد اخر باش يجبد ليه شي حوايج وشي دواصه باش زعما حكا نشدو من الجهه اللي ضاراه. ولكن هادشي راه ما خصوش يدار، هادشي عيب. واش عباد الله الناس كيدخلوا في شي امور بعيده عليهم، امور ما كتعنيهمش؟ واش باقي بنادم هاز الهم لواحد اخر وعايش معاه التفاصيل كلها، يا ربي حاضيه في الداخله وفي الخارجه، واش شنو دار وشنو تزاد عليه وشنو ولاد ما ولادش، ما حنا على هادشي كامل، ومخلي حياته ومخلي اموره ومخلي خدمته ومخلي يعني كل شيء ومركز على حياه واحد اخر. واش بنادم ما كيدخلش في راسو؟ ها راه دخول الصحه هذا. واش ملي كتبداي كتدخلي في امور يعني بعيده عليك وتبداي تقولي واش ما فينا ما ولادكم، بغينا نشوف ولادكم، واش من نيتك؟ واش عباد الله حنا باقيين في 2025 وباقيين هاد البشر باقيين كاينين. بنادم واخد المسيره ديالو، خدام على راسو، ما مساليش. انا سيدي ما بغيتش نولد، سوقك فيا. انا سيدي انا ما مساليش دابا الولاد راه مسؤوليه. انا بغيت ندير لهم مستقبلهم، وبغيت يعني الامور كتبقى بين الزوج والزوجه. قضيه الولاد علاش تي بنادم كبر بيك ودخلك لدارو وعرض عليك في هذه المناسبه، ها وكتبدا حرقك فمك، بغينا نشوف ولادكم وتغوت. دخول الصحه هذا. واش عباد الله راه حنا في 2025، راه بنادم خصو يولي يخصق راسو، بنادم خصو ما يبقاش يتدخل في حياة الاخرين. واحد الحياة ما كتعنيكش، علاش غنبدا انا هز هم واحد اخر ما كتربطني بيه حتى شي علاقه؟ يديها غير في راسك. واش من نيتكم عباد الله؟ راه والله العظيم انا شفت هاد الفيديو استفزني. سعد المجرد كان داير واحد الاحتفاليه، كان داير واحد الحفله، كاينه الزوجه ديالو المسائل، عرض على غلامور، عرض هاد غلامور فمها تيحرقها، كيحرقها. ها هادي هي ديال النوع اللي كنت كنهضر عليه انا دابا. بديتي كتغوتي احنا بينا نشوفوا ولادكم، واش هي مو اللي هي نزار الركراكي؟ ها مو اللي هي نزار الركراكي، راكم عرفتوها الفنانه القادره ديالنا الغزاله الفنه، ما تدخلش في هاد الامور. علاش تي بعيده على هاد الامور؟ بغينا نشوفوا ولادكم، علاش غادي تصيري لي عليهم؟ ها اش غادي تعطي شي جائزه نوبل؟ اش غديري انت كاع في بهاد الوليدات؟ ديها في راسك. الواحد يدخل سوق راسو عباد الله، ما ندخلوش في شي حوايج حنايا ما عندناش فيها شي دخل، ما عرفناش الامور كي دايره من بعد. انا ماني على حالتي، عرض عليا السيد كبر بيا دار ليا قيمه، نجي نتعرض ندوز وقيتي ونمشي في حالتي ونسد فمي؟ هذا راه احراج، هذا راه فضول، هذه راه الصاره والسنطيحه اللي عندك. راه عيب هادشي، والله لا عيب. والسيد كي قلت لك مكبر بيك وداير لك قيمه ونبدا انا ندخل في خصوصياته ونهبش ليه على الحاجه اللي تضره، مع العلم حنا عارفين ما كنظن ما ضرات حتى في شي حاجه قضيه الولاد. هاد القضيه كتبقى بينه وبين غيتا مراتو. علاش بنادم غيتدخل في واحد الامور ما كتعنيش بتاتا؟ علاش زعما؟ واش عباد الله نعاود نكررها، واش حنا في 2025 وبنادم باقي خاشين يفوف شي حوايج بعاد عليه؟ يا ودي ديها في راسك، ديها في حياتك. دابا شوفوا حنا مع من عايشين. المهم متابعي الواقع في المواقع، كنتمنى هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. نبغي والله حتى كنبغي نشوف الاراء ديالكم في التعاليق. والله العظيم يعني كنفرح ملي كنشوف التعاليق ديالكم. فرحونا بتعاليقكم، فرحونا باللايكات ديالكم. الناس اللي ما مشتركينش في القناه يشتركوا ويفعلوا الجرس باش فين ما نحطوا شي فيديو يوصلكم. دعموا القناه جزاكم الله خيرا. قلنا كيبان لكم هذا الملخص وكيبان لكم هذا يعني هذه القضيه اللي دارت هذه الاخت هذه. يعني السيد مكبر بيك وعارض عليك وعاطيك قيمه قدام الناس وجايه باغا تحتفلي، فتالي وليتي كتدخلي في شي حوايج وكتغوتي بغينا نشوفوا ولادكم. وبغينا نشوفوا ولادكم لاش عباد الله؟ وحنا كندخلوا شي حوايج بعاد علينا. راه دخول الصحه هذا، دخول الصحه هذه راه القبيحه والدصاره.
المهم ما نطولش عليكم متابعي ومشاهديني العزاز، جزاكم الله خيرا. شكرا على المتابعه الناس اللي تابعونا، شكرا على المشاهده الناس اللي شاهدونا، شكرا على اللايكات الناس اللي داروا لنا اللايكات، الناس اللي بغيتهم يديروا لنا تعاليق، شاركونا الاراء ديالكم. وما نطولش عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي.